يا مساء الهنا والجمال والسعادة على كل حد يوصله الفيديو الحلو ده. أقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وأقول لكم استقبلوا السنة الجديدة بكل حاجة حلوة وبتفاؤل وبفرحة. ويلا نعمل أحلى أكلة مع بعض. هنعمل إيه النهاردة؟ هنعمل عرق تريبيانكو جميل، هنعمله لحمة باردة. ويلا نقول بسم الله بسرعة ونبدأ ونعمل الخلطة اللي هتتحط على العرق التريبيانكو. هجيب مية بصل وهحط عليها معلقتين من السبع بهارات أو بهارات اللحمة اللي عندي، مع نص معلقة فلفل أسود ورشة ملح بسيطة، مع نص معلقة قرفة ومعلقة بابريكا، مع معلقتين زيت. وابتدي ان انا اقلب قلب قلب كل الخليط الحلو ده واسيبه على جنب. هجيب عرق التربيانكو اللي عندي، طبعا لحمة حلوة جدا وجميلة وناعمة. هبتدي إن اعمل فيها فتحات يعني بالسكينة كده، كذا نغزة كده في العرق. ممكن في العرق ده هنحط فيها مكسرات، وممكن نحط توم، ممكن نحط في الفتحات دي حاجات كتير قوي. وممكن زي ما انا عملت كده، انا بس عملت فتحات. انا وعيلتي ما بنحبش طعم التوم في العرق التريبيانكو، بيبقى احلى من غير ريحه التوم اللي جواه. وهنقول لكم بعد كده هنعمل ايه. وابتدي اجيب دبارة يعني انت عندك خيط عادي بقى ابيض، او عندك خيط بتاع التتبيلات والطعام والحاجات دي، ممكن انت تستخدميه. هتلفيه كويس قوي، لفي 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 وادمكي اللحمه جامد. وابتدي ان انت بقى بعد كده خلاص اتقفل عليه من فوق ومن تحت ومن كل الجوانب. هنجيب بقى الخلطه الحلوه اللي احنا عملناها، ونبتدي ان احنا نشرب بيها عرق التريبيانكو يمين وشمال ومن كل الجهات. احنا عايزين الخلطة دي، يعني العرق التريبيانكو بتاعنا يتشربها من كل الجهات، بحيث ان هي دي هتبقى الاساس بتاع التتبيلة بتاعته اللي هيستوي بيها. وبعد كده هجيب صينية فيها خضروات كتير قوي اللي عندك في التلاجة، فلفل، شرايح بصل، جزر. شوفي انت عندك ايه في التلاجة. ممكن كمان تحطي شرايح بطاطس، بس في الحالة بتاعة العرق ده انا ما انصحش نحط شرايح البطاطس عشان هتتهري، لانه بياخد تسوية كتير جدا. فهحط بس بصل وجزر وفلفل، دول هيدوا ريحة حلوة جدا لكل التسوية بتاعتي. وهزود كمان باقي التتبيلة بتاعتي. هبتدي ان انا اتبل بيها كل الخضار بتاعي، واحط فوق كل دوت عرق التريبيانكو. طبعا حافظي على الصوص قوي، او التتبيله دي تبقى برضو مغلفاه. طيب احنا دلوقتي هينفع ان احنا نسويه في الفرن كده على طول، ولا هنعمل فيه حاجه جديده؟ تعالوا نديله تشويحة الأول على النار فوق البوتاجاز كده، تشويحة حلوة. نديله صدمتين تلاتة كده هو وكل الخضار اللي معايا، من غير ما ادخله الفرن الأول. هعمل ايه؟ طبعا انتوا عارفين ان التتبيلة كان فيها زيت. هبتدي ان انا ادي كمان معلقة زيت كمان في أرضية الصينية بتاعتي، واشوح العرق التربيانكو ده كله يمين وشمال. وهو والخضار طبعا بياخدوا التشويحة، يعني بتشمي كده ريحة التوابل والخضار وهو بيتشوح، فعلا ريحة جميلة جدا. وكمان بتطمني ان انت اديتيله صدمة لكل العرق دوت، وتكوني مطمنة ان هو بيستوي مش هيبقى ناشف ابدا، هيكون لسه محتفظ بالعصارات والمية اللي جوه اللحمة نفسها. خلاص كده شوحناه من كل الاتجاهات زي ما احنا شايفين كده. هبتدي ان انا اعمل بقى ايه؟ عايزه طبعا اكمل سواه، لانه كده لسه مستواش خالص، يا دوبك اتشوح بس. هكون حاطه ميه بقى بتغلي في البويلر بتاعي، وابتدي ان انا ازود، يعني هنقول مثلا قد ايه، 3 أو 4 كوبايات ميه يمين وشمال عرق التربيانكو. ما تقلقوش خالص، لا الخضار هيطرى ولا اي حاجه. الميه دي هي اللي هتسوي اللحمه بتاعتي. واجيب ورقتين فويل تقال، وابتدي ان انا اقفل قوي على الصينيه بتاعتي. طيب احنا لسه حاطينه على البوتاجاز، خد خلاص الغلوه بتاعته. هبتدي ان انا ادخل بقى الفرن. دخلت الفرن، هيقعد في الفرن ساعه او من ساعه لساعه وربع. هيطلع، هشيل ورق الفويل، هتلاقوه بالمنظر الحلو ده، استوى وبقى جميل. طبعا اعملي تيست بالشوكة، هتلاقي فعلا ان اللحمة بقت دايبة. هتطلعي بقى العرق ده من كل الصوص اللي هو فيه. طبعا هو طالع مش ناشف ولا حاجة، فيه صوص حلو قوي، والخضار زي ما هو في الصينية. هتبتدي بالراحة انك تفكي الخيوط اللي عليه. كل الخيوط دي تبتدي تشيليها. ما عرفتش تتشال بالشوكة والسكينة، هتشيليها بمقص المطبخ اللي عندك. قطعي بقى وشوفي اللحمة الوردية اللي عندك والطراوة المستوية، وهتلاقي فعلا كل شريحة من شرايح اللحمة دي يعني زي ما بيقولوا كده دايبة دوب. وتعالي نعمل كمان أحلى صوص من الخضار اللي كان بيستوي مع اللحمة.
هديله كله ضربة واحدة في الكبة بحيث ان انا نعمته. بعد كده هجيب طاسة صغيرة عندي هحط فيها معلقة زبدة، هنزل عليها بنص معلقة توم مفروم هشوحه، وهنزل عليه على طول بالصوص اللي انا ضرباه ومنعماه. طبعا الصوص ده انت في امكانك تخففيه او تخليه تقيل زي ما هو، وهتبهريه طبعا بفلفل اسود وملح ونص معلقه شطه. طبعا اللي بيحب الحاجه مش سبايسي ما يحطش شطه، بس حلو قوي ان انت تضيفي عليه نص معلقه شطه. طبعا زي ما قلت لك تقدري تخففي الصوص ده وتقدري تخليه زي ما هو تقيل. بعد كده هتنزلي بقى على العرق بتاع التريبيانكو، تديله الصوص تغرقيه. طبعا ريحه الصوص لوحدها تحفه وجميله. ظبطي وحطي فوق عرق التريبيانكو الصوص ده، هيديله طعم حلو قوي. كوني محمره عيش اللي هو العيش الابيض، قطعيه بالمقص وحمريه. ويا سلام كمان لو في رز ابيض جنب الاكله الحلوه دي. وممكن تحطي كمان محشي، اي نوع من انواع المحشي جنب الاكله هتبقى حلوه قوي. وممكن صينيه مكرونه بشاميل وتبقي كملتي العزومه. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم وافادتكم، واتمنى لكم ايام وسنين حلوه وجميله زيكم، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.